السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات. اليوم هنا إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد المهلبية باللوز اللي كنحتاجو لها يطرو ديال الحليب، واحد عاشق ديال الماء زهر، واحد عاشق ديال الزبدة، وواحد الساشية ديال الفاني. كنحتاجو هنا 3 ديال العواشق ديال النشا دقيق مطورة، و4 العواشق ديال السنيدة. وهنايا كنحتاج اللوز مهرمش. في البداية غادي ناخدو هاد المقلة ديالي تكون ثقيلة اولا كاسرونة باش ما يتحرقش لينا هاد المهلبية. كنحرك فيها، كنخلط فيها سكر سنيدة مع النشا مع سكر فاني، كنخلط بعدا النواشف هما الاولين. عاد كنجيب الفوي ديالي نخلط هاد النواشف مزيان، عاد نكب عليهم الحليب، نخلط كلشي هنايا في البرد، نخلط كلشي باش ما يلصقش ليا. تنخلط مزيان هاد المكونات هادو. عاد ندير المقله ديالي فوق، نشعل ليها فوق العافيه ان شاء الله باش طيب لنا هاد المهلبيه. ملي خلطنا هاد المقادير فوق البرد، غادي نديرهم فوق البوطه، نبداو نحركوهم، ما نساوش على المقله ديالنا باش ما تحرقش لنا هاد المهلبيه. نبقاو نحركو تطيب لنا هاد المهلبيه. ملي يطلعوا فيها هاد الفقاعات هادو كنعرفوها صافي طبت. ملي كيطلعوا هاد الفقاعات هادو كنهيدوها فوق العافيه، كنزيدو عليها هذيك المعلقه ديال الزبده والمعلقه ديال ما زهر، كنحركوها مزيان، كنخلطوها مزيان باش تذوب لينا ديك الزبده. نخلطوها مزيان باش تمزج لينا الزبده وما زهر مع المهلبيه ديالنا. كنجيبو زليفات فاش غادي نقدموها ولا كيسان، كل واحد فاش بيقدم المهلبيه ديالو. انا كنديرها في هاد الزليفات هادو. صافي ملي كنعمر الزليفات ديالي كاملين، هي راه دغيا كتوجد، مجرد ما تعمر الزليفات ديالك غديرهم في الثلاجه باش يبردوا دغيا، كتشد راسها. ملي نعمرهم كاملين عاد نزوقهم بهذاك اللوز اللي كنت وجدت من قبل، اللوز مهرمش. كل واحد يقدر يزوق بداكشي اللي بغا. مره كنزوقها باللوز، مره بيسطاش، كل واحد والذوق ديالو باش ممكن يقدمها. انا كنديرها باللوز ولا البيسطاش. صافي ملي كنزوق المهلبيه ديالي غندخلها ديريكت للثلاجه باش تبرد. هي كتوجد في البلاصه. وبالصحه والراحه، وتبارك الله الاخوان جميعا.